دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء ثورة 25 يناير وشهداءنا من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة. شكرا. الأخوة الحضور، من دواعي سروري كممثل للمجلس القومي لشؤون القبائل في هذا المحفل الكريم أن نوجه التحية إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحية إلى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. تحية إلى السيد الوزير المحافظ لواء أركان حرب أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية. السيد اللواء صلاح البدري مدير المخابرات الحربية. السيد اللواء أحمد زغلول رئيس جهاز الخدمة السرية بالمخابرات الحربية وراعي المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية. وتهنئة من المجلس القومي لشؤون القبائل بتجديد الثقة لسيادته. السيد اللواء هشام الخولي قائد مكتب المخابرات الحربية في الإسماعيلية. السيد العقيد أحمد عبود في المخابرات الحربية. السيد العقيد شريف نجيب عامر المخابرات الحربية والمشرف على ملف المجلس القومي. السادة قيادات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية. السادة عمد ومشايخ وأعيان وزعماء القبائل بمحافظات مصر. السادة المجاهدين، حضوركم معنا اليوم وسام على صدورنا واعترافا بما قدمتموه، فأنتم مثالا للتضحية وإنكار الذات، وكنتم عامل من أهم عوامل نصر أكتوبر 73. وأعلن في عجالة نواب الرئيس لقطاع شرق الشيخ سويلم أبو حماد، الشيخ سليمان وهدان، الشيخ لطفي سمحان، الشيخ أمين الشعراوي، الشيخ أحمد داوود، الشيخ سليمان أبو عريضة، الشيخ عبد المالك عبد العال.